وفرض الجزية. كل ده هو جاي منين؟ يعني هو نزل من السماء كده فجأة مع الاسلام السياسي، ولا هو موجود في التراث الاسلامي بقاله؟ فيجي يقول لك لا ده مش لا يمثل الاسلام. طب انت يعني قريت التاريخ وشفت الاسلام عمل ايه عشان تقول لي لا يمثل الاسلام او ليس من الاسلام في شيء؟ وده الراجل ده الخليفه ده لو بقى ليه شأن وسيطر على البلاد العربيه، انتوا هتعترفوا بيه وهتبايعوه. ويمكن بعد كام سنه تبص تلاقي في كتب التاريخ يقول لك داعش لم تنتشر بحد السيف. طبعا، ويصيروا يدافعوا عنها ويقسموا بالله حتى. ويقول لك ده عشان جابوا العدل انت ما فهمتش كويس. ومسيحي الموصل استقبلوهم لانهم حرروهم من ظلم نور المالكي. هتلاقي الكلام ده او تنسج اسطوره بسهوله. ده ما حصل في التاريخ. الاسلام اتعمل كده. كتب التاريخ بهذا الشكل، فصرنا نردد كالببغاوات ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف، والاسلام كان متسامح، واحنا طول عمرنا من 1400 سنه عايشين مع بعض في سلام وخير ونبوس بعض بقى، وعاش الهلال مع الصليب. ما هو الناس بيكتبوا لي على الفيسبوك، وحتى انا قلت للبعض يعني يقولون انه الاسلام لم ينتشر بحد السيف. قلت لا طبعا، هم ذهبوا لشمال افريقيا حاملين شوكولاته والورد، وقالوا لهم احنا جايينكم بالمحبة وجايينكم بالسلام، هل تعتنقوا الإسلام؟ فأقبلت الناس أفواجا على الإسلام وقالوا ما أطيبكم، ما أطيب الشوكولاتة، ما أطيب الورود، وذهبوا إلى مصر، والمصريون تفاجأوا بمحبة المسلمين، خصوصا أنه جايبين معهم الورد ويغنوا أغاني المحبة، فقالوا ما هذا الدين، ما أحلاه، نريد أن نعتنق. ونفس الشيء في العراق. يعني اكذبوا على حد تاني، ما هالكتب موجودة، روح اشتري أي كتاب اقرأ فيه عن الغزوات، اقرأ فيه عن الفتوحات، خلاص انتهت القصة. في تاريخ ابن خلدون الجزء السابع صفحة 9، تاريخ ابن خلدون يكفي وحده لملء الفراغ الذي تركته كتب التاريخ. وزحف المسلمون إلى إفريقيا، وملك الإفرنج بها يومئذ جرجير زناتة، والبربر على شأنه مع المسلمين، كانوا معه على شأنه ضد المسلمين، وانفضوا جميعا، وقتل جرجير، وأصبحت هي أهم جملة أموالهم مغانم ونساؤهم سبايا، وافتتحت سبيطلة. ثم عاود المسلمون غزو إفريقيا إلى آخره، ثم يصل واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل وراس حسب ما نذكر، يعني قومة العرب، فأدخن العرب فيهم وأتبعوهم في الضواحي والجبال والقفار، حتى دخلوا في الإسلام طوعا وكرها. كرها طوعا وكرها، يعني برضاه أو بغير رضاه دخل الإسلام، هي طوعا وكرها، بإرادتك من غير إرادتك، موافق مش موافق، شئت أم أبيت، يعني هذه طوعا أو كرها. وانقادوا إلى إيالة مصر، صاروا تابعين إلى إيالة مصر، وتولوا من أمرهم ما كان الإفرنجة يتولونه. نهب ثروات الأمازيغ على يد الفاتحين. ثم إن عبد الله بن أبي سرح كان أمره عثمان بغزو إفريقيا سنة 25، وقال له إن فتح الله عليك فلك الخمس من الغنائم. يعني هذا السبب الذي فتح عبد الله بن أبي سرح عمل أول هجوم. ثم أمر عقبة بن نافع عبد القيس على جند، وعبد الله بن نافع بن الحارث على آخر، فخرجوا إلى إفريقيا في 10,000، وصالحهم أهلها على مال يؤدونه، ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة أهلها. وقتل ابن الزبير جرجير، وأخذت ابنته سبية، فنفلها ابن الزبير وحاصر يعني أخذها ابن الزبير ابنة جرجير الملك، وحاصر ابن أبي سرح سبيطلة فتحها، وكان سهم الفارس 3000 دينار وسهم الراجل 1000، وبت جيوشه في البلاد إلى قفص فسبوا وغنموا. وصالحه أهل إفريقيا على 1500,000 دينار. تاريخ ابن خلدون. آخر شيء إدريس الأكبر يقول تاريخ ابن خلدون أنه البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين المجوسية واليهودية والنصرانية كما قلت لكم،
ويعطي أسماء القبائل، وكان أكثرهم على دين اليهودية والنصرانية، فأسلموا على يديه طوعا وكرها وهدم معاقلهم وحصونهم. حتى إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارسة هدم معاقلهم وحصونهم وأجبرهم على الإسلام طوعا أو كرها. موسى بن نصير يقتل الأمازيغ قتلا ذريعا. يقول في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان جزء 3 صفحة 160: ثم خرج موسى غازيا وتتبع البربر الأمازيغ وقتل فيهم قتلا ذريعا. دخل الإسلام بالسماحة وبالقيم ومبادئ التعايش مع الآخر، وسبى سبيا عظيما وصار حتى انتهى إلى السوس الأدنى لا يدافع أحد. فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم، طبعا الاستسلام، وولى عليهم واليا واستعمل على طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد البربري. اسمعوا هذه المقولة: لم نسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير. في الإسلام كله لم يحصل مثل سبايا موسى بن نصير. هذه مقولة في تاريخ الإسلام، والجزء السادس صفحة 464 موجودة أيضا في البداية والنهاية لابن كثير جزء التاسع صفحة 171. قال الليث بن سعد: إن موسى بن نصير بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السبي 100,000 جارية وطفل، هذا ابن موسى، وبعث ابن أخيه في جيش فأصاب من السبي 100,000 أخرى، يعني المجموع 200,000. فقيل لليث: من هم؟ قال: البربر. من هم هذا السبي؟ 200,000 جارية وطفل. فلما جاء كتابه بذلك قال الناس: إن ابن نصير والله أحمق. حتى الناس اللي في دمشق وأصحاب الحكم لم يصدقوا، قال هذا صار مجنون، كيف أنه يكون 200,000؟ وهو بعت الخمس فقط، لأنه له الخمس. من أين له 40,000 يبعث بهم إلى أمير المؤمنين في الخمس؟ لأن خمس 200,000 هو 40,000. فبلغه ذلك فقال: ليبعثوا من يقبض لهم 40,000. ابعثوا هتشوفوا هل هذا صدق أم كذب. ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير أمير المغرب. ما فيش في الإسلام مثل سبايا الأمازيغ، لم يحصل في تاريخ الإسلام مثل السبي الإسلامي للأمازيغ. 200,000 بعت الخمس فقط 40,000. لماذا لا ندرس هذا التاريخ لأولادنا؟ لماذا نكذب عليهم؟ وهو ده الفرق طول الوقت. كل التاريخ المعروض عليكم انتوا كجيل كده، التاريخ عن الإسلام أو التاريخ حتى على العصر الحديث، كله تاريخ اللي موجود في الكتب الدراسية تاريخ دعائي تجميلي، مش التاريخ الحقيقي. أكتر كلمة موجودة دايما واحنا بنتكلم عن التاريخ هو المسكوت عنه. كله تاريخ اللي موجود في الكتب الدراسية تاريخ دعائي تجميلي، مش التاريخ الحقيقي. أكتر كلمة موجودة دايما واحنا بنتكلم عن التاريخ هو المسكوت عنه. كله تاريخ اللي موجود في الكتب الدراسية تاريخ دعائي تجميلي، مش التاريخ الحقيقي. أكتر كلمة موجودة دايما واحنا بنتكلم عن التاريخ هو المسكوت عنه. فصرنا نردد كالببغاوات إن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، والإسلام كان متسامح.